السلام عليكم. أتمنى دائما قبل كل شيء دعمكم، ترى اللايكات تفرق معنا، كل ما تضغط اللايك أكثر اليوتيوب يقترحها الناس أكثر، فلا تحرمونا دائما من دعمكم. من أهم الأشياء اللي لازم السائح إذا جاء روسيا يجيبها معه وهو جاي، البعض والله يجي ويتوهق، فحنذكر لكم اليوم أهم الأشياء وأهم النصائح اللي أنت كسائح لازم تجيبها معك وأنت جاي. اولا الناس دائما تسال المبلغ المالي اللي يكون معايا، المبلغ اللي معاك لازم ما يتحدى $10,000، لازم ما يكون اكثر من $10,000. اذا جيت وعندك فوق $10,000 لازم تفصح عنه. فنصيحه مني، انت ما انت ملزم انك تاخذ اكثر من $10,000. لا قدر الله مثلا نسيت مبلغ مالي معك، قالوا لك هذا ليش ما افصحت عنه، فحتدخل في مشكله انت في غنى عنها. ثانيا الناس دائما تسال تقول والله الادويه اللي اجيبها معايا، البنادول، الاشياء العاديه، تكلم على بنادول، حقت والله الحلق، الفيتامينات، الاشياء هذه كلها مسموح وتقدر تجيبها معك بدون اي مشاكل ان شاء الله. من الاشياء اللي لازم تجيبها معك اللي هي الافياش الكهربائيه. احنا في الدول العربيه في السعوديه يعني مثلا تحديدا دائما نشحن الايفون او شواحن الكمبيوترات، الافياش عندنا افياش ثلاثيه. بوريكم هي الفيش الثلاثي هذا هنا ما يمشي في روسيا. في روسيا تروح اي مكان كله فيش ثنائي، فاذا عندك الشاحن فيش ثلاثي جيب معاه اللي نسميه احنا وصله خارجيه، لازم تجيبها معك، لانه البعض او اكثرنا يجي روسيا بعدين يتوهق، يروح الشاحن الجوال عنده والله انطفى، مو عارف يشحن، فجيبه معك افضل. من الاشياء المهمه ورقه الهجره، ورقه بيضاء وحمراء صغيره بيعطيك اياها ضابط المطار، انتبه تضيعها. هذه من الاشياء اللي احيانا الشباب يضيعوها، او اذا ضيعتها تضطر انك تروح الشرطه وتطلع واحده ثانيه وكلام كثير انت بغنى عنه اصلا. من اهم الاشياء الشطاف. في اغلب فنادق روسيا يعني ممكن تقدر تقول 10 او 5% بس من الفنادق اللي فيها شطافات، بقيه الفنادق ما فيها الشطاف اللي هو الرشاش حق المويه، الله يعزكم ويكرمكم يا رب، اللي يكون في دورات المياه. ففي صيدليات او في عن طريق اوزون ولا ينباع هذا فريش باز ولا اسمه ايش؟ ينباع فريش باز اللي هو شطاف صغير كذا تقدر تعبي فيه مويه. البعض يقول لك والله يا عم جيب لك قاروره مويه واخرجها من فوق بمسمار وتصير كانها زي الشطاف العادي، صرف نفسك. عندكم الجاكيتات، الناس دائما والله واحد يجيب فصل الشتاء يجيب معه جاكيت يقول لك وصلت انا في روسيا ما نفعني. لا تجيب معك جاكيتات خاصه بفصل الشتاء، جاكيت تعال خذه بروسيا، اغراض الشتاء تعال اشتريها من روسيا. اذا الفصل ربيع، اذا الفصل خريف تقدر تجيب الجاكيت اللي معك في السعوديه اللي هو اللي تروح فيه الطايف ولا ابها ولا المناطق البارده اللي عندنا. بس فصل الشتاء حاول انك تشتري جاكيتك من روسيا. زي ما يقولوا عندنا اهل مكه ادرى بشعابها، فهم الروسيين خلاص عارفين نوع الجاكيت، عارفين الخامه الكويسه، فتلقى حتى اسعارها هنا معقوله والجوده حقها مره كويسه. فتعال خذ جاكيتك الشتوي من هنا من روسيا. القهوه العربيه والتمر في ناس ما تقدر تستغني عنها، فجيب قهوتك دائما ما شاء الله تبارك الله. اخواننا الخليجيين من السعوديه، الامارات، الكويت، تلقى دائما كل واحد جاي ومعاه العزبه حقه ولا القهوه، التمر، فجيب القهوه واغراض القهوه معك افضل. واذا انت جاي روسيا البعض يحسب نفسه جاي في صحراء قاحله، ترى انت جاي دوله فيها كل شيء. حتى ترى اكل الروس، الناس اللي تروح والله الصين، تروح اليابان، تروح دائما يعانوا من موضوع الاكل، بس اذا وصلت روسيا اغلب مطاعمها حلوه، فلا تعبي الشنطه حقك من كل شيء، خذ الاشياء الاساسيه. البعض يجي والله يجي معه حتى صحون وقدور يقول لك انا ما اخذ شقه. طيب انا اقصد لا تكثر وزن على الفاضي. واذا اول مره تسافر او ما انت كثير السفر، حاول تجيب معك شنطه تكون كويسه، لانه ما شاء الله تبارك الله شركات الطيران ما يقصروا، تلقى الشنط كلها ترمي، فجيب شنطه كويسه بحيث انك تحافظ على اغراضك مره. هذه كانت من اهم الاشياء اللي لازم تجيبها معك وانت جاي روسيا. اذا احد زار روسيا من قبل وشاف انه في اشياء ثانيه مهمه اكتبوها في التعليقات بحيث ان الناس تستفيد، ونتمنى دائما انه نكون يعني مفيدين بالنسبه لكم، ونتمنى انكم ما تحرمونا من دعمكم. دائما لا تنسى لايك، سبسكرايب، انشر القناه للناس اللي عندك واللي تعرفهم. لا تنسى تتابع حساباتنا في انستغرام والتيك توك، ودائما نحاول انه نصور مقاطع عشانكم. مع السلامه. Привет, мама, я в телевизоре. راسك تلفزيون. راسك يقول له اهلا ماما انا في التلفزيون بس يا شاي. الروس شعب لطيف.